العميل نازل بيدور على لابتوب معين، وبعد ما عرف كل التفاصيل عن اللابتوب اللي هو عايزه قال للبياع تمام هفكر وهرجع لك مره تانية. بياع تاني على باب المحل قال له يا فندم انا عارف ان حضرتك عايز تفكر، بس انا كنت عايز اقول لك على حاجه. قال له اتفضل. قال له الخصم اللي موجود دلوقتي ده اخر يوم ليه بكره، طلب عالي جدا على الموديل ده من بعد ما نزل عليه الخصم، يعني ممكن يخلص قريب. العميل راح سحب فلوس رجع اشترى. ليه؟ لانه حس لو استنى هيخسر العرض. انت بقى ازاي تخلي العميل يقرر يشتري دلوقتي؟ اللي احنا بنتكلم فيه ده العميل تم استخدام عنصر الالحاح معاه لما اتقال له ان العرض ده متاح لفتره معينه، وده خلى العميل يتحفز على انه يتصرف بسرعه. تاني حاجه عامل الندره، لما عرف ان المخزون قرب يخلص وان اخر عدد من القطع موجود دلوقتي العميل بدا يخاف انه يفقد الفرصه. رقم 3 حاول تقدم مكافاه للشراء الفوري، يعني لو طلبه دلوقتي يقدر ياخد شحن مجاني. 4 خلي القرار على العميل سهل، يعني ممكن تقول له حضرتك مش هتخسر حاجه، عندك 14 يوم استبدال لو ما عجبكش المنتج. من الاخر العميل دايما عنده حجه للتاجيل، دورك هنا بقى انك تخليه يحس ان الشراء دلوقتي القرار الافضل ليه هو.